بوصوفة في اتجاه الحارس زولت. الهدف الثاني لم يكن متوقع بالمرة أمام طريقة لعب المنتخب الوطني المغربي، أمام المحاولات الهجومية للمنتخب الوطني المغربي. 20 دقيقة المتبقية لسد الستار هذه المباراة الحبية الودية. كرة ملعوبة أمامية في اتجاه وليد يتمكن من كورته، وليد ينطلق. ماذا يقول الحكم؟ كانت عملية هجومية منسقة، وضع الكرة في الخط الأمامي ويبدو أن هنالك بطاقة حمراء. مفترق جديد في هذه المباراة، ووليد أزارو ممتاز الانطلاقة بشكل جيد، وماتياس ديليك يغادر هذه المباراة. نقص عددي في حدود الدقيقة 69. 20 دقيقة المنتخب الهولندي سيلعب بنقص عددي ويغادر هذه المباراة لاعب اياكس امستردام ديليك ماتياس. يعني لحظة من اللحظات التي بإمكان أن تكون مفترق هذه المباراة، وبرافو كما أقول من جديد، برافو وليد أزارو. طريقة التعامل وعدم الاستسلام والمواصلة للوصول إلى الكرة الأخيرة، ثم بعد ذلك استخلاص هذه الكرة. ماذا يقول الحكم؟ يقول ضربة خطأ. وليد خطف الأنظار بشكل كبير، ضربة خطأ وبإمكان أن تحمل الجديد. وياما مثل هذه الكرات كانت عبارة عن ضربات جزاء في العديد من المباريات لدى مجموعة من اللاعبين. اليوم فريد غريم الرجل الذي أنيطت له مهمة قيادة المنتخب الهولندي في انتظار التحاق أدفوكات طبعا المدرب الرسمي. ضربة خطأ قريبة من منطقة الجزاء. من تتوقعون؟ كلهم يصوبون، وأغلب الظن أتوقع شخصيا مبارك بوصوفة. هم جميعا عندهم إمكانيات جد محترمة للتصويب. هل يكون مبارك بوصوفة؟ جول ممتاز مبارك بوصوفة. توقعتك شخصيا أنك ستكون صاحب التصويب. الهدف الأول في مباراة اليوم يجعل هذه الجماهير تصيح، يجعل هذه الجماهير فرحة وسعيدة بالعودة التي نتمنى أن تكون ميمونة للمنتخب الوطني المغربي. نعم، مبارك بوصوفة بالمقاس يا ناس، مبارك بوصوفة بطريقة اللاعبين الكبار. اليمنى الساحرة للاعب الجزيرة الإماراتي يضع الكرة بالمقاس في شباك الحارس زويتورن، عميد وحارس مرمى المنتخب الهولندي، واللاعب او حارس بي اس فيندوفن الرائع مبارك بوصوفة ابن قليمين من المناطق الجنوبية المغربية، يتمكن من وضع الكرة في الشباك معلنا على اولى الاهداف المغربية. يلا شباب، هذه البداية مازال في انتظار ما هو احسن وما هو افضل. يكون هنالك تغيير اول وثاني، يدخل لرقعة الملعب دوس باس مكان مسجل الهدف الثاني لاعب رقم 9 ينسى فينسنت. وهنالك تغيير اخر من المرتقب ان يكون